في حاجه اسمها ضغوطات دوليه. طب الضغوطات الدوليه دي ما حصلتش واحنا بنشيل الاخوان؟ حصلت. ايه اللي حصل واحنا بنشيل الاخوان؟ حصرونا بالاسطول الامريكي. حصرونا بالاسطول الامريكي. لو انت لسه كنت صغنن ساعتها ما تعرفش، ارجع ورا، اقرا التاريخ كده وشوف. حصرونا وقالوا لنا مرسي لازم يرجع. يا راجل ده سيدنا جبريل نزل في ربع العدويه. استغفر الله العظيم. حصل. حصل. طب واحنا عملنا ايه؟ الشعب مصدر السلطات. الشعب مش عايز مرسي، يبقى مرسي هيمشي. والبركه في جيشنا اللي طلع حاصر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه بلقيس. والبركه في جيشنا اللي طلع حاصر الاسطول الامريكي من غير ما يشوفوا جوي وبحري فوق الميه وتحت الميه، ومشي. الكلام ده كان ايام مرسي، ايام 30/6 اللي نسيتوها. بس احنا بننسى. مش عارف احنا بناكل تطوره ولا بنعمل ايه بالظبط. ما هو انا يا استاذه بلقيس جاي لابس احمر النهارده عشان ده انذار. ده انذار احمر للناس كلها، عشان في ناس كتير على المخروب اللي اسمه الفيسبوك بتقول للناس انزلوا. لو انت مش فاهم ان عدوك هو اللي عمل التليفون والكمبيوتر والساتلايت وانت اخر حاجه اخترعتها في حياتك كانت المنجنيق، دي مشكلتك. دي مشكلتك انت، ان انت جاهل بالاختيار. انت اخر حاجه اخترعتها زي ما كنت بقول لهم كده ايام ما كانوا بيقولوا صدام حسين عنده اسلحه تدمير شامل. لهم اسلحه مش هو مين اللي عمل الاسلحه دي؟ مش انتوا؟ انتوا اللي عملتوها. احنا اخر حاجه عملناها المنجنيق. ما انتوا اللي عملتوا كل حاجه. ايه يعني لما يبقى عنده؟ مش انتوا عندكم انتوا كمان؟ فبعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله، وبعد حصار مصر بالاسطول الامريكي في 30/6، علشان نزلوا 50 60 مليون مصري في الشارع. نزلوا 50 60 مليون مصري في الشارع وقالوا الاخوان بره. كنا في ظهر الرئيس، والرئيس قال كده الشعب عايز، الشعب مصدر السلطات، اخوان بره. وخرجوا. النهارده بقى الموقف مشابه. في ضغوطات دوليه، في ضغوطات دوليه. وهم اللي جايين يعملوا معاك اللقطه دي. عشان انت لو كنت سمعت البثوث عن كلمه المفوضيه الساميه معناها ايه، كنت فهمت احنا رايحين فين وبنتعامل مع مين. مفوضيه الساميه فلوسها جايه منين، اللي هم بيصرفوها. كنت عرفت احنا بنتكلم في ايه. انما انت بتحط بوستات وكومنتات. فانت النهارده في نفس الموقف ده بتاع الاخوان. وزي ما قلت، الحكومه ما شالتش حسني مبارك الله يرحمه، والحكومه ما شالتش مرسي، والحكومه مش هتمشي اللاجئين. انت اللي هتمشي اللاجئين. هتقول لي ازاي؟ هنزل مظاهرات بقى الشارع؟ هقول لك لا، علشان نزلت لك الفيديوهات بتاعت 30/6 قاصد افكرك ايه اللي كان بيحصل.
وهو ده مش هو اللي هيحصل، ده هيحصل اكتر منه 20 30 مره، لان في 20 30 35 مليون لو نزلوا 1000 راجل في الشارع هينزلوا معاهم. وطبعا الجيش مش هيموت المصريين، فالموضوع هياخد وقت كبير قوي بقى زي اللي حصل كده في سينا عشان يصطادهم، لان هم كانوا مخلطين بينهم وبين اهالي سينا، كانوا متدارين جوه الاهالي، فعشان كده قعدوا 10 سنين. انما لو كانوا في حته لوحدهم راجل لراجل ما كانوش خدوا نص ساعه. فده اللي هيحصل معانا بقى ايه لو سيادتك كده عملت فيها السبع رجاله ونزلت. حلني بقى على بال ما يصفوهم وهم متدارين فينا، اذا كان شوزي، اذا كان حمساوي، اذا كان حتى لو هتقول عشان هم سود، احنا كمان عندنا اسوانليه وعندنا نوبيين سود. ما هي كانت بلد واحده، مصر والسودان دي بلد واحده بالقرن الافريقي باثيوبيا بشرق ليبيا. انت اللي مش عارف، انت اللي مش عارف. حاجه اخيره بقى نسيت اتكلم فيها. تفتكروا يعني ايه القرنص؟ حد فيكم يعرف يعني ايه قرنص؟ قلتها انا في البث قبل كده بس ما فيش حد سالني يعني ايه قرنص. اللي بيشوف المسلسلات زي ليالي الحلميه، زي المسلسلات القديمه المصريه، الافلام القديمه المصريه، القرنص ده هم الموردين اللي كانوا بيوردوا المواد الغذائيه للاحتلال في مصر، الانجليز يعني. فكان اللي بيشتغل في القرنص اللي هو التاجر اللي معاه وكالته ودي بضاعته وبيورد لهم الحاجه دي، كان بيتسمى خاين. الاجير بقى اسمه ايه؟ الاجير عند المحتل اسمه ايه؟ زي كده الفلسطينيه اللي بيعشقوا الشغل جوه مدن الازرق، بيعشقوا ان هم يشتغلوا عندهم عشان فلوسهم حلوه. اسمه ايه؟ انا اقول لك اسمه ايه؟ عبد. خاين وعبد، يعني ده خاين مع انه بيتاجر، يعني كأنه بيورد لفندق، فكانوا بيسموه زمان خاين. ده بيشتغل في القرنص. الاجير بقى في المحلات بتاعتهم اسمه ايه؟ عبد. ديوس. الله كريم. ايه المطلوب منك بقى يا باشا؟ المطلوب منك نفس اللي بطلبه كل فيديو: فيديو ترحيل اللاجئين، فيديو ترحيل اللاجئين، فيديو ترحيل اللاجئين والغاء التجنيس من 2010 وطالع. انت بقى ما شفتش الفيديوهات، انا مش هقعد اعيد لك الفيديوهات بتاعت 5 شهور